كاين واحد السؤال اللي كيطرحوه ملايين ديال الناس في العالم: علاش اغلب العلاقات العاطفية كتفشل في الاخر؟ علاش جوج ديال الناس كانوا كيبانوا منسجمين، كيهضروا بالساعات، كيتوحشوا بعضياتهم وكيقولوا ما نقدرش نعيش بلا بيك، وفي الاخر كيتفارقوا؟ واش المشكل في الحب، ولا المشكل فينا حنا الناس، ولا المشكل في التوقعات اللي عندنا على الحب وكيفاش كنشوفوه؟ اليوم غادي نهضروا بصراحة على أسباب الفشل ديال أغلب العلاقات، وغادي نحاولوا نفهموا الأمور بطريقة مختلفة شوية. السلام عليكم. السبب الأول أن الناس كتقلب على الإحساس وما كتقلبش على الشخص اللي بصح غادي يعطيها هذا الإحساس. في بداية أي علاقة كيكون الانجذاب كبير، المشاعر كتكون مشتعلة، كل رسالة كتفرحك، كل مكالمة كتخليك مبتسم. ولكن المشكل أن بزاف ديال الناس كيتعلقوا بالإحساس اللي كيعيشوه، ماشي بالشخص نفسه. كيبغيو الشعور ديال الاهتمام، الشعور ديال الحب، الشعور ديال أن شي واحد محتاجهم. ولكن ملي كيولي هذا الإحساس عادي وطبيعي كيبدا الملل. وهنا كيبان أن العلاقة كانت مبنية على الإثارة ماشي على التوافق. السبب الثاني: توقعات اللي ماشي واقعية. الأفلام، المسلسلات، مواقع التواصل الاجتماعي كلها خلات بزاف ديال الناس كيتصوروا أن الحب الحقيقي ما فيهش مشاكل، ما فيهش خلافات، ما فيهش لحظات ضعف. لكن الواقع مبدل بزاف. حتى أنجح العلاقات فيها مشاكل، فيها سوء فهم، فيها لحظات صعبة وظروف صعبة. الفرق هو أن بعض الناس كيهربوا أول ما كتبان لهم المشاكل، والبعض الآخر كيتعلم كيفاش يتعامل معاها. السبب الثالث: اختيار الشخص الخطأ لأسباب صحيحة. شي واحد وسيم، شي وحدة زوينة، شي واحد عنده الفلوس، شي وحدة مشهورة. هاد الأمور كلها ممكن تجذبك في الأول، لكنها ما كتضمنش ليك نجاح العلاقة. العلاقات كتحتاج للنضج، كتحتاج للاحترام، الصدق والتفاهم، وهاد الصفات غالبا ما كيبانوش في الأيام الأولى. السبب الرابع: ضعف التواصل والحوار. أغلب العلاقات ما كتساليش بسبب المشكل الحقيقي ديالها، ولكن كتسالي بسبب عدم القدرة على الهضرة وحل المشاكل وانعدام الحوار. كل واحد كيسكت، كل واحد كينتظر الآخر يفهم بوحده، كل واحد كيجمع الغضب داخله، حتى كتوصل العلاقة لنقطة الانفجار. التواصل ماشي هو أننا نهضروا بزاف، التواصل هو أننا نعبروا بوضوح ونسمعوا بالصدق. السبب الخامس: محاولة تغيير الطرف الآخر. بزاف ديال الناس كيدخلوا العلاقة وهم مقتنعين أنهم غادي يبدلوا الشخص الآخر، كيقولوا من بعد غادي يتبدل، من بعد غادي يدير عقله، من بعد غادي يتغير. لكن الحقيقة الناس ما كتغيرش دغيا. إذا دخلتي علاقة على أمل أن الشخص الآخر غيولي شخص واحد آخر، فأنت كتغامر بمستقبلك العاطفي. السبب السادس: الأنانية. العلاقة الناجحة ماشي فيها ربح وخسارة، فيها شراكة. لكن ملي كيولي كل واحد كيبغي غير مصلحته، العلاقة كتولي معركة، كل واحد باغي ياخد وحتى واحد ما مستعد يعطي. مع الوقت كيبدا الحب كيتخنق وكيتسالى. السبب السابع: المقارنات المستمرة. مواقع التواصل الاجتماعي دارت كارثة حقيقية في هذه الحاجة. كتشوف صور الأزواج، السفر، الهدايا، الابتسامات، وكتظن أن حياتهم مثالية، لكنك كتشوف دقيقة من حياتهم وما كتشوفش الواقع كامل. المقارنات كتخلي الإنسان كيفقد الامتنان ويحمد الله على شنو عنده، وكيبدأ كيشوف النقص فقط. السبب الثامن: التعلق المرضي. الحب شي حاجة زوينة، لكن التعلق المرضي شي حاجة أخرى. ملي كتولي ساعات كاملة مرتبطة بشخص واحد، ملي كتفقد نفسك، هواياتك، أصدقائك، ملي كتولي حياتك كلها كتدور حول شخص واحد، فالعلاقة كتولي عبء على الطرفين ماشي غير عليك انت بوحدك. السبب التاسع: غياب النضج العاطفي. النضج العاطفي هو أنك تعرف تتحكم في مشاعرك، تعرف تعتذر فاش تغلط، تعرف تسمع، تعرف تتفهم، تعرف تختلف باحترام. بعض الناس عندهم 30 أو 40 عام لكن عاطفيا مازالين أطفال. وأي علاقة بين شخصين
ما عندهمش نضج كتكون معرضة للفشل. السبب العاشر، الخوف من الوحدة. واحد من أخطر الأسباب أن بعض الناس ما كيدخلوش العلاقة لأنهم وجدوا الشخص المناسب، كيدخلوها لأنهم خايفين يبقاو بوحدهم. والفرق كبير، العلاقة اللي مبنية على الخوف غالبا ما كتستمرش. كيجي هنا السؤال، واش الحب بوحده كافي؟ هاد السؤال مهم بزاف والجواب غالبا لا. الحب مهم، لكن الحب بوحده ما كافيش. خاص معاه الاحترام، الثقة، المسؤولية، التفهم، التوافق، النضج. الحب راه داير بحال شي محرك بين قوسين الموتور، لكن السيارة كتحتاج بزاف ديال القطع اخرى باش تمشي. شنو نقدروا نتعلموا من فشل العلاقات؟ الفشل ماشي دائما نهاية، احيانا كيكون درس كيعلمك شنو بغيتي وشنو ما بغيتيش، كيعلمك الحدود ديالك، الاخطاء ديالك، وكيخليك اكثر وعي بالمستقبل. المشكل ماشي انك تفشل مرة في علاقة، المشكل انك تكرر نفس الاخطاء كل مرة. اغلب العلاقات العاطفية ما كتفشلش لان الحب تسالى، كتفشل لان التوقعات كانت خاطئة، لان التواصل والحوار كان ضعيف، لان الاختيار كان مبني على اشياء سطحية، ولان الناس احيانا كتبحث على الشعور بالحب اكثر من الشخص المناسب. اذا عجبك الفيديو شاركنا رايك، شنو هو السبب الحقيقي اللي في وجهة نظرك كيخلي اغلب العلاقات العاطفية كتفشل؟ وخلي تعليقك تحت الفيديو.